ارفع شويه ارفع شويه. بس كده. بس. ومعانا كده حبايبي عباره عن في قرنين شطه حاميين، وبصلتين متقطعين قطع صغيره، ومعانا برضو طماطمتين 3 كده متقطعين مكعبات، وليمونتين. هننزل بكل ده معانا كده في بوله. تمام. وهننزل عليهم بالبهارات عباره عن ايه، معانا كركم، ومعانا بابريكا، ومعانا هنا حبايبي توم باودر وبصل باودر وقرفه وبهارات فراخ وفلفل وبابريكا وورق لوري وكاري. هننزل بقى بكل المكونات دي، البهارات دي كلها كده، وهننزل كده معلقتين زيت زيتون. تمام. وكده معانا دبس رمان، هننزل كده بمعلقه برضو. تمام كده، ياما كده. ومعانا كده بقى ايه، معلقه عسل. هنبتدي بقى ان احنا ندعك كل ده بايدينا، هندعك كل ده بايدينا كويس. تمام كده، ندعكه كويس جامد، كل ده نفركه كويس جامد بالبهارات. وكده بعد ما دعكت كل الخضار كده في بعضه وحطيت عليه التوابل زي ما انتم شايفين، تبلته كده دعكته بايدي جامد. لما تتبل كده معانا هنجيب بقى الفراخ معانا ونبتدي ايه اننا نحشيها كده. بقى معانا الصينيه هننزل فيها بشويه من التوابل، شويه من الخلطه كده احنا عملناهم، نفرشها كده في قلب الصينيه. تمام. تمام. هنجيب بقى الفراخ كده زي ما انتم شايفين حبايبي، وهنبتدي بقى ايه نحشي كده جوه الفراخ كل الفتحات بقى، كل الفتحات الباينه كده حبايبي. كده معانا بقى صدر الفراخ، هنبتدي بقى نحشي كده في الفتحات عشان كلها تشرب من التتبيله. ندخل كده في الفتحات كلها من التتبيله اللي انا عاملاها عشان تبقى كده طعمها حلو وتبقى شاربه من كل التتبيله اللي احنا ايه عملناها مع بعض. نحشيها كويس. تمام كده. نحطها بقى ايه في الصينيه، ندعكها كده ايه فوق وتحت كده بالتتبيله عشان تشرب من كل التوابل وتشرب من كل الصوص اللي نازل من التوابل دي. نحطها بقى في الصينيه ونعمل تاني كمان واحده معاكم. الفراخ دي كنت جايباها وغسلاها كويس، وانا هحطها كده في دقيق وملح وليمون، ودعكتها كويس جدا، غسلتها كم مره. تمام كده، نخليها تشرب من التتبيله كويس. نحط كده في الفتحات كلها علشان خاطر تبقى ايه تبقى كلها شاربه من التتبيله كده. تمام. وكده حبايبي بعد ما خلصتها كده حطيت عليها التوابل كلها ورصيتها في الصينيه.
هنسيبها بقى زي ساعة كده ولا ساعتين لو مش مستعجلين عليها، في التتبيلة تشرب منها، وبعدين نحطها على النار. وكده يا حبايبي هنضيف عليها معلقتين من اللبن بدل المية. معلقتين اللبن دولت هخليها في حتة تانية خالص، خليها كده الفراخ طرية جوسي كده وجميلة، حتى لما تحمر وشها ما تبقاش ما تبقاش ناشفة، تبقى اللحمة بتاعتها كده طرية ودايبة كده. دي خطوة معايا انا حطيتها كده. اعملوها بالطريقة دي يا حبايبي هتعجبكم جدا. كده حطيت معلقتين اللبن دول بعد ما طلعتها من التلاجة، بعد ما سبتها كده ساعتين. وهكده بقى هغطيها بورق السلوفان وهحطها بقى على النار. وانا بفضل الفراخ ما تتحطش على نار عاليه، تحط على نار واطيه جدا علشان خاطر تستوي بالراحه، تبقى اقل مهله. لما تبقى نار واطيه بتستوي احسن، تبقى طيبه كده الفراخ ودايبه وبتبقى جميله. هنحطها بقى على الفحم على النار. يلا بينا. بعد ما استوت الفراخ على النار معاكم بقت طيبة جوسي طرية، اللبن بجد بياخد صينية الفراخ في حتة تانية، ممكن يهريها شوية، بس مهما بقى دخلت الفرن وخدت لون ما بتنشفش وما بتكونش طعمها ناشف، ومن بره ناشفة ومن جوه ناشفة برضو، لا بتكون كده طرية وواخدة لون، بيبقى طعمها في حتة تانية. وبعد ما خدناها من على النار هندخلها البوتاجاز لمدة 10 دقايق يا دوبك تاخد لون، وهنطلعها نغرفها زي ما انتوا شايفين. بتدوب حرفيا 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 بتدوب زي ما انتوا شايفين كده. الفراخ دايبة 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 سايبة بعضها، وفي نفس الوقت واخدة قرمشة خفيفة من بره، طعمها تحفة، والتتبيلة خدتها في حتة تانية حرفيا. بجد جربوها مش هتندموا. متنسوش تعملولي لايك وشير واكسبلور واشتركولي في القناة ادعموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.